هو ايه الفرق ما بين نطق البي والبي؟ دايما بقولهم غلط ودايما بنطقهم غلط، وده من اكتر الاسئله اللي اي حد بيدرس انجليزي او عايز يتعلم الانجليزي بيسالها وبيواجهها كمان. في فيديو النهارده هقدم لكم تدريب وحل بسيط جدا جدا وشرح مبسط جدا جدا كمان للفرق ما بين نطق البي والبي في اللغه الانجليزيه. واهم حاجه كمان ان انت تعمل براكتس على قد ما تقدر وتتمرن على قد ما تقدر، وده اللي كمان هيساعدك بشكل كبير جدا جدا ان انت تنطقهم صح 100% وباسرع وقت. تابع معايا فيديو النهارده للاخر ونحل اكبر مشكله من مشاكل اللغه الانجليزيه سوا. وفي الاخر خالص هسيب لكم تدريب بسيط جدا وجمله تقدروا ان انتوا تقروها كذا مره، هي دي اللي هتعلمكم وهتفرق معاكم جدا جدا في نطقكم الصحيح للبي والبي، فتابعوا معايا فيديو النهارده للاخر. طيب، اسهل وابسط شرح انا بشوفه واللي علمني انا شخصيا الفرق ما بين البي والبي اللي احنا خدناه زمان في المدرسه. في نطقين او في حالتين، البي هاتوا على طول منديل كده قدامكم او ورقه او اي حاجه، قول ورايا كده بي. هتلاقي المنديل دوت ما بيتحركش وبتعمل شفايفك، يعني بتضم كده شفايفك وانت بتقولها، فبتقول بي. قول ورايا بي. تمام. لو هنقول بقى التانية اللي هي بي، بصوا اتحرك ازاي. بي اتحرك المنديل لان احنا بنطلع هوا واحنا بننطق الحرف نفسه، فواحد فيهم انت بتطلع فيه الهوا فبتقول بي والتاني ما بيخرجش منه اي هوا فبنقول بي. المنديل اهو ما اتحركش، او لو جربت كمان على ورقه هتلاقيها ما بتتحركش خالص. فده تدريب بسيط جدا جدا تقدر ان انت تكرر الفرق ما بين البي وتقولها كده وتطلع الهواء، او التانية اللي هي البي ما بيكونش فيها اي هواء خالص. تعالوا اقول لكم كلمات هم شبه بعض ولكن هنقدر نفرق ما بينهم ما بين نطق البي والبي. يعني مثلا لو قلنا بارك اللي هو نباح الكلب، قولوا معايا بارك، دي مفيش فيها هوا، لكن لو طلعنا هوا في البي فبقت بارك اللي هو ان احنا نركن العربية، فبنقول با. شفتوا الفرق؟ حتى لو سمعتوه انتوا دلوقتي وركزتوا على ودانكم معايا، لما قلنا بارك اختلفت الكلمة تماما وادتنا كمان كلمة تانية خالص بمعنى تاني خالص، اللي هو زي ما قلت لكم ان انتوا تركنوا العربية. فاتدرب معايا على الكلمات دي. عندنا كمان بيتش يعني شاطئ، اما بي لو قلناها بالبي بيتش اللي هو الخوخ. بيج يعني كبير. عندنا كمان بيج اللي هو الخنزير. شفتوا الكلمات انا جايباها شبه بعض ولكن واحده فيهم بالبي اللي ما بيكونش فيها الهواء، وبي اللي هي بنطلع فيها الهواء، علشان تعرف الفرق ما بين النطق وكمان تعرف انه فرق النطق ده بيعمل فرق في المعاني نفسها. عندنا كمان باك يعني للخلف او الظهر. لو قلنا باك يعني حزمه، pack of flowers مثلا زي حزمة الورود وهكذا. اتدربوا واسمعوا الفيديو ده اكتر من مرة علشان تعرفوا تفرقوا ما بين النطق وتقولوا النطق الصحيح للبي والبي. وصلنا لجزئية التدريب، والتدريب هيكون من خلال حاجة اسمها التونج تويسترز اللي هو زي اللي احنا بنقعد نقولها في العربي كده، أرنبنا في منور أنور وأرنب منور في أرنب، اللي أنا ما بعرفش أقولها بالعربي دي. في طبعا زيها كتير جدا في الإنجليزي، فاللي أنا هقولها لكم دي دلوقتي علشان تدربكم على الفرق ما بين البي والبي. ثبتوا الشاشة كده وقروها ورايا كذا مرة وعودوا لسانكم وعضلات الفك على النطق الصحيح للحرفين. فقولوا كده معايا: Purple bags happen to have plenty of beauty products. سهلة. تاني: Purple bags happen to have plenty of beauty products. شفتوا ما قلناش beauty
تحسوا اصلا حتى انت لو جيت تقول الكلمه غلط في نطق البي نفسها انها بتبقى غريبه على الودن، ما بتبقاش صحيحه يعني. فانتوا دلوقتي قرروا او قولوا الجمله دي اكتر من مره وقروها اكتر من مره علشان تقدروا ان انتوا تتدربوا على الفرق الصحيح ما بين البي والبي. شفتوا الموضوع بسيط وسهل ازاي؟ النهارده في الفيديو اتدربنا مع بعض على الفرق في نطق البي والبي باللغه الانجليزيه، وهو من اسهل الحاجات زي ما قلت لكم، بس هو محتاج شويه تدريب، وهتلاقوا الموضوع بقى بسيط جدا وسهل جدا جدا معاكم. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات اكتبوا لي دلوقتي حالا في الكومنتس ونتدرب اكتر على النطق باللغه الانجليزيه عندي هنا على القناه. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنساش انك تعمل لايك، يلا اعمل لايك دلوقتي حالا بليز للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان علشان يجيلكم كل الدروس الجديدة، واشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.